الواد قال على كل حاجة يا ابوي. كل حاجة كي؟ كل حاجة، موضوع زين وموضوع الحجز. يعني ما سمعش الكلام؟ لا. قال الله يرحمه. نقروا الفاتحة على روحه. روح اللي قبله وروح اللي بعده. بسم الله. أكيد لا. ما عاوزاش تقولي مين؟ حذر فزر. ولا حذر ولا فزر، ولا انت تقدر تقولي مين، عشان هقتلك قبل ما اقتله. ما تقدرش. انت عارفه ان اقدر. النفر اللي بنحبوه ما تقدرش عليه. ليه؟ ابن بارم ديله ولا ايه؟ أكتر من ابن بارم دي. انت مين؟ راجل جدع، مفيش في قوته وهيبته. كان نفسنا نشوفوه من زمان. انا كمان نفسي اشوفه دلوقتي عشان افرغ رصاص طبنجتي في دماغه. وده من ايه ده؟ عشان خاطر ابوك ولا انت غيران؟ وانت ايه اللي مزعلك بس يا جليل؟ اللي مزعلني ان بعد كلامي معاه قلبي حاسس ان هيعمل مشكله. ولا داني وعزة جلالة الله، لو واحدة غيرك اللي جاية تقول الكلام ده لكنت طلعتها بره. أنا مصدومة في ولدي. وانا اكتر منك، دي كانت غلاوته من غلاوه منصور. ما عارفاش أقول لك إيه، وشي منك في الأرض. حقك علي، صحيح في راسي أنا يا خيتي. سايقة عليك النبي، ما في مخلوق في البلد يعرف بالمشاكل اللي بتحصل دي. خليكي عاقلة يا جليلة، طول عمرنا بيت واحد، ما حيفرقوناش عيال على آخر الزمن. ما تقلقيش يا صالحه، سمعه عيالك من سمعه عيالي. اهم حاجه انه يبعد عن بناتي حتى لو شافكم صدفه. احنا مستغنيين عن سلامه. طيب يا ولد صالحة، وموريتك يا طه، والله لربيك من أول وجديد. والله يا فندم ما هنخلص من وجع الدماغ ده. الحرب اللي بين زين وهتلر شكلها كده عمرها ما هتخلص. بس انا عندي احساس ان زين مش هيسيب هتلر وابنه إلا لما يسجنهم. او هتلر يخلص من زين. هتلر ده مش سهل. انا ابتديت اخاف على زين فعلا يا زيد. طب يا فندم انا عندي اقتراح. ايه؟ قول. زين يتنقل. يتنقل؟ ومش من المركز بس، من قنا كلها. عارف لو أخوك خد خبر بالكلام اللي أنت بتقوله ده هيعمل معاك إيه؟ ياما ما يعرف، هو انا قتلت قتيل؟ انا حبيت. ناسل يدك دي إيه؟ ما لقيتش غير البت اللي روحها متعلقة في أخوك عشان تحبها؟ محدش بيختار اللي بيحبه ياما. هو أنت فكرك إن ليلى اللي بتعشق أخوك ممكن تبص لك ولا تبص لغيرك؟ اللي حصل هو ايه؟ حكم جراجوش. اللي حصل ده ممكن يهد 20 سنين، يهد بيوت كانت مفتحة على بعضها. خلاص ياما، غلطت وخلاص. اللي انت عايزاه انا هعمله. تبعد عنهم خالص، حتى صفية تنساها، ومن النهارده تعتبر بنات عمك دول متحرمين عليك. سامع ولا لا؟ سامع.
جاي لك استدعاء من النيابه يا ابوي. كنت متوقع. مالك مرعوب ليه؟ انت لما جالك امر ضبط واحضار ما كنتش مرعوب كده. انا عادي يا ابوي، لكن انت لا. تقلقش يا ولدي، دي امور عاديه. الايام اللي فاتت راح فيها روحين، فمن حق الروحين دول علينا اننا نتعب نفسنا في مشوار للنيابه. وانا خايف ما يبقاش مشوار. هيبقاش اكتر من كده. محدش ماسك علينا حاجه، حتى زين ذات نفسه مش ماسك حاجه. ادينا شفنا اخره، بس هو لسه ما شافش اخرنا. طب احنا هنسيبه يمرمط فينا كده كتير؟ خلي الحساب يجمع. خير يا ادهم، طلبت ان احنا نتقابل. عندك بقى حاجه جديده هسمعها ولا نفس الجملتين اللي بتقولهم لي كل مره؟ انا طلبت اقابلك النهارده عشان عايز اقول لك ان انا لو مكانك هسيب البنت. فعلا؟ يا هند، انت السبب الرئيسي اللي انت عايزه تطلقي ان انت عايزه تعيشي حياتك وتسافري وتنطلقي. البنت بالنسبه لك هتكون عائق. لا ما تقلقش خالص، شوف لك حاجه جديده. طول ما مامي موجوده البنت مش عائق خالص بالنسبه لي. يا هند، انا وعدتك انها هديلك كل حقوقك، حتى المؤخر هديهولك الضعف. البنت اكيد هتتربى احسن معايا، وهبقى شلت عنك حمل اللي هيعطلك احلامك. وبعدين يعني هي البنت هتروح فين؟ بدل ما تعيش لوحدها في بيت جدتها تتربى في حضن ابوها. وأوعدك في اي وقت عايزه تشوفيها انا تحت امرك. ماشي يا ادهم، خلينا افكر. من غير تفكير قولي انه تمام، وهكتب لك شيك بالمؤخر دلوقتي. لو سمحت يا هند سيبي لي بنتي. ما عرفوش. طب انت عارف انه قبل ما يتقتل قال ان انت اللي حرضته على قتل زين القناوي؟ كيف يا باشا حرض واحد ما عرفوش؟ بعدين هو جالك ده لمين؟ لزين اللي المفروض احرضه علشان اقتله؟